يا حبيبتي اخيرا. والله انا مبسوط جدا جدا ان احنا خدنا الاجازه دي. اسمها امتى يا بيه؟ يا ستي بقى ما تعديها لي. اعديها لك خد بالك، انت بقالك فتره كبيره نسينا انا والولد. معلش والله غصب عني، ما انت عارفه شغل المستشفى ما بيخلصش. وماله يا دكتور اياد؟ بس اظن يعني البيت ليه عليك حق برضه. معلش بقى، هدلعك ان شاء الله انت ومروان في الاجازه دي. كل اللي هتطلبه هيبقى عندكم. قول يا مروان، عاوز بابي يعمل لك ايه؟ قول. يقول ايه؟ انت مستني الولد يقول لك ايه؟ لسه ما بيتكلمش، مالك يا ستي؟ ان شاء الله هيتكلم، هو هينطق. انا هفهمه من عينيه، مالكيش دعوه انت. استنى كده، انا هفهمه لك. ماشي يا مروان. بيقول لك دلع ماما كويس وخرجها وفسحها وسافروا كتير وانسى المستشفى شويتين. لا لا لا، بقول لك ايه، مروان ابني مش رغاي كده. معرفش بقى، انت حر انت وابنك، انا مجرد بترجم لكم بس. بالترجمي انا عارف انا الترجمه دي. ماشي، شكل الترجمه دي هتعورني جامد في فلوس. بيقول لك يا بابا هو هيغلى علينا يعني. بص بقى بيقول لي ايه وبتاع. ماشي، ما يغلاش عليك يا ستي، لا انت ولا هو. عينيا ليك، وانا بشتغل اصلا وبتعب ده كله عشان مين؟ ما عشانكوا والله. وببقى في قمه سعادتي لما ببقى معاكوا ونتبسط بجد سوا. يلا نشغل بقى شويه اغاني كده واوريكوا بقى السواقه اللي على اصولها. حاسب يا اياد، هدي السرعه شويه. بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى خضاني كده. خد بالك انا ممكن بسبب ردود افعالك دي نعمل حادثه. انا بسوق كويس، ما تقلقيش. حاسب يا اياد، العربيه في وشنا، بص قدامك. عملنا حادثه كانت كبيره قوي. مفيش اي حاجه اتبقت من الحادثه دي غيري، مع العلم ان انا بعتبرني مش موجود. فبيتهيألي مفيش حاجه اتبقت من الحادثه دي. اجسامهم كانت متحطمه، ابني ومراتي. انا السبب، انا اللي عملت فيهم كده. بس والله ما كان قصدي. انا والله العظيم ما كنت اقصد. ما اظنش ان في حد في الدنيا هيقرر انه يموت قلبه بايده. انا بحب الاتنين قوي. انا مش قادر اواجه الدنيا من غيرهم. ونفسي يرجع بيا الزمن 1000 مرة عشان اخد قرار غير اني اجري بالعربية الجري اللي انا عملته ده، او ان انا ما نروحش اصلا الرحلة دي اساسا، ما نروحهاش. يا ريتني فضلت في المستشفى. يا ريتني ما كنت وافقتها. خلصت اجراءات الدفن ودفنتهم هما الاتنين. اصوات ناس كتير قوي حواليا، من والدة مراتي لوالدها، صراخ، عويل، وانا تايه مش فاهم ايه اللي حواليا ده. امها كانت بتصرخ ومعلقه على كلمه واحده: منك لله يا اياد، ضيعت بنتي. وانا مش هقدر اقول لها حاجه. هي مش فاهمه ان مش بنتها بس اللي ضاعت. لو تعرف ان ضعت معاها ومع ابني. قررت اني هبعد عن البشر. ما اظنش ان حد في البشريه كلها بقى ليه لازمه بالنسبه لي بعد ما الاتنين دول راحوا مني. وانا كده الحمد لله ميسور الحال. انا دكتور جراح من كبار الجراحين اللي في مصر. كان عندي فيلتي في مكان بعيد، قلت هعيش هناك. كده عندي فلوسي اللي كنت بشتغل وبشيل فلوس علشانهم، راحوا خلاص. فخلاص مش محتاج ان انا اشتغل تاني. قلت هنعزل عن العالم واقعد في البيت ده. وبالفعل خدت كل حاجتي وعربيتي وسلمت على كل اللي انا بحبهم ورحت قعدت في البيت ده.
في الاول كانوا مش عايزين نقعد لوحدي، كانوا مفكرين اني هنتحر، بس ما يعرفوش ان انا خايف حتى من الموت علشان ما واجههمش. انا مش عارف هقول لهم ايه، مش عارف حتى اقول لهم اني اسف على اللي عملته فيهم. يومي كان كالتالي: اصحى، اطلع الجنينة شوية، ممكن اتمشى حبة برا، مكان كان سياحي وكان فيه ناس بتروح وناس بتيجي. احيانا كنت اطلع اتمشى شوية، اشوف البحر، اشوف اطفال بتلعب وبتجري، لحد ما في يوم جالي فكرة كده، بس مش حاسس ان انا عايز اشاركها دلوقتي. بس تعالوا اقول لكم انا اشتغلت عليها ازاي. كده وش الشريط الاول خلص، ابقى اسجل شريط تاني بقى، مش مشكلة، كده كده هسمعهم لكم كلهم. قلبت وش الشريط وشغلته، بقيت بتعامل مع الناس واتحرك، بس انا شايف وشوشهم مش بيختفوا عن بالي، اكنه تجسيد ليهم في كل شخص بشوفه وكل طفل بشوفه. قررت ان ابدا اجهز بيتي. انا خلاص خدت قرار، الفكرة هتبقى حقيقة وهنفذها. بما اني ما كنتش قادر ان انا اوقف الشر ده عنهم، انا هحاول اصلح ده بالنسبة لي باي شكل. هبدأ اجهز بيتي، وبدأت فعلا. نزلت ورحت المستورد ايطالي بيستورد تلاجات، طلبت منه انه يجيب لي نوع تلاجة معين بإدراج كبيرة، هتفهموا انا طلبتها ليه. وبدأت اجمع شوية كتب وشوية حاجات. انا يعني سمعت ان انا ممكن ارجعهم تاني، وده يعني اللي انا نفسي يحصل. انا هرجعهم، ما تقلقوش، انا مش هضايق حد والله. انا هرجعهم بس عشان ابقى مبسوط وهم كمان مبسوطين، اعرفهم اني صلحت المشكله دي، يعني كفرت عن ذنبي ده باي شكل. رجعتهم تاني اهو، اديتهم فرصه تانية للحياه زي ما انا عايش فيها. انا تعبان قوي دلوقتي، اجهدت النهارده. اليوم كان متعب وكان فيه 3 تجارب، هحكي لكم عليهم بعدين. تهيألي الشريط ده كمان بيشطب، هبقى اجيب شرايط تاني، او بيتهيألي الفيلا دي فيها شرايط كتير، ابقى اخد منها واغير واقول لكم. يلا باي. شريط جديد احب ابدأه، وحشتوني يا حبايبي، وقريب قوي هنبقى سوا ان شاء الله. ما تقلقوش، انا والله شغال بايدي واسناني فعلا. انا يعني بحاول والله. كنت قلتلكوا على 3 تجارب قبل كده، ال3 تجارب دول يعني، بس خليني احكي لكم عملت ايه الاول. انا يا حبيبتي ما تزعليش مني، انا رحت للمقابر تاني واتفقت مع التراب اللي هناك ان انا اروح واخدك واخد مروان. يعني انا قلت له ان انا بس هنقلكوا، تمام؟ او يعني هو كده فاهم انه مش مهم انقلكوا ولا مش انقلكوا، هو كان كل همه ال5000 جنيه اللي انا اتفقت معاه عليهم، تمام؟ وكده انا يعني انا اسف والله اني اتاخرت، بس قلت ان يكون اهلي واهلك محدش فيهم بيروح تاني، فتبقى الدنيا امان. انا اسف والله، ما تقلقيش، انت النهارده جسمك وجسم مروان بقى عندي هنا. انا مبسوط قوي والله بجد، وان شاء الله انا والله شغال، هتصحوا وهتقعدوا معايا تاني. انا يعني الجسم بس هو في شوية حاجات ناقصة وفي حاجات مش متظبطة، بس انا يعني انا هعوض ده كله
وكل ده هيحصل. اصبروا بس، يعني انا بس بحكي لكم بس انا عملت ايه عشانكم، لاني ماليش غيركم احكي له. انا ما عنديش حد تاني في الدنيا اقدر اتكلم معاه. المهم انا عملت لكم مكان حلو قوي في التلاجة الكبيرة اللي انا جبتها. انا فرشت ارفف في التلاجة، الدرجين بتوعكم فرشتهم بالالوان اللي بتحبيها يا حبيبتي. حطيت لك لون بينك في ملاية في الدرج عشان تريحي عليه جسمك. والمروان حبيبي حطيت له اللون الازرق اللي هو كان بيحب يعض العضاده بتاعته بيه، حطيتها برضو، حطيتها له معايا ما تقلقيش. احكي لك بقى عن التجارب. بس مروان انت ما تسمعش انت الحته دي عشان انت لسه صغير، اما تكبر هخليك تبقى جراح شاطر زي بابا. انا امبارح لقيت المكان اللي حوالينا الفيلا اللي جنبنا، لقيت ست شبهك بالظبط يا حبيبتي. اكيد كده كده مفيش حد زيك، بس هي كانت شبهك قوي. انا جالي فكرة واحدة، وانت اكيد عارفة انا عملت ايه. انا طلبت منها انها تيجي تقعد معايا شوية وانها بس تيجي عشان تتعرف عليكي. وبمجرد ما خليتها دخلت البيت انا قلت لها انك موجودة وجوه المكان. هي كانت مفكرة اني بضحك عليها، بس انا طلبت منها انها تيجي وتشوف التلاجة. هي اول ما سمعت كلمة التلاجة قعدت تقول لي انا عايز اخرج وعايز امشي ومش عارف ايه. فانا فكرت كده، انت ايه اللي لسه عندك في جسمك محتاج يتعوض ومنها ايه. فرحت ماسك الفازة الكبيرة اللي هي التمثال اللي بره اللي شبه التمثال دي، مسكتها وخبطتها بيها على دماغها، فجمجمتها تقريبا اتكسرت وفضلت يبقى في دم بقى وبهدلت الدنيا. فانا اسف، دي مش هنقدر بقى ناخد منها الجمجمة. فانا قلت اخدها واعوض جسمك بالحاجات اللي باقية منه، يعني الدراع مثلا، قلت اخد دراعها واحطه مكان دراعك. الجمجمة هجيبها لك من حد تاني ما تقلقيش. جبتها وحطيتها جوه هنا كده في بعد التلاجة. انا بنيت مكان زي المغسلة ده، خليته عشان خاطر ابقى بعوض واجهز لكم الحاجات بحيث لما تبقوا جاهزين تقوموا ونقعد سوا. جبتها وحطيتها عليه وبدأت اقطع بقى الحاجات اللي ناقصة. قطعت دراعها من عند المفصل من فوق وظبطته بحيث ان هو يركب مكان دراعك، وشلتلك الدراع اليمين وحطيتلك دراعها علشان تقدري يا حبيبتي تتحركي تاني زي الاول وتعملي لنا الاكل الجميل اللي كنت بتعمليه. وان شاء الله انا شوية كده وبس هقوم اقفل باقي الحاجات التانية وهاخد منها كف الرجل الشمال زي اللي اتبهدل عندك. حقك عليا بجد والله. انا ما تقلق، انا هصلح ده كله ما تقلقيش. انا مش هسيب اي حاجة بايظة، هصلح كله ما تقلقيش. دي كانت اول ست. فكرت بقى في حد تاني علشان خاطر الجمجمة. احنا يعني انت عارفة انا لسه كاسر جمجمتها فمش هتنفع ليكي دي للأسف. فخرجت برا، كان في حد تبعها معاها بس ده للأسف يعني ما كانش شبهك، بس قلت مش مشكلة. وبالصدفة البحت ابنها كان قد مروان. قلت لها ان قريبتها دي عندي جوه وتعبانة وممكن تيجي هي والولد يطمنوا عليها ويحاولوا يفوقوها وبتاع، بس اسكتي كانت هتوديني في داهية. كانت عايزة تنادي حد قريبهم او تبعهم تقريبا، وانا حاولت اشتت انتباهها بانها بس تخش تلحقها على طول. غالبا وش الشريط ده مش هيكمل، هقلب الوش التاني وهقولك بقى اللي حصل. اهو
يا حبيبتي انا قلبت وش الشريط وقلت احكي لك على طول. المهم دخلتها، ومجرد ما دخلت هي كان الولد يعني مسكاه في ايديها كده. هو يعني كان اشد من مروان سنة، هو بس كان بدأ يحبي تقريبا حاجة كده. يا دوب دخلت فشاورت لها على مكان الأوضة اللي أنا فيها دلوقتي، شاورت لها عليها علشان تخش تلاقي قريبتها دي موجودة على المكان اللي عليه المغسلة من غير دراع. وأنا كده كده كنت خيطت الدراع خلاص عندك ووصلته، لسه هتصرخ كنت أنا مديها حقنة في رقبتها المنوم، علشان احنا المرة دي بقى خلاص أنا مش هخبطها على دماغها، احنا محتاجين الجمجمة. فخدت الحقنة والولد كمان خد الحقنة وبس. خلاص انا قررت ان هاخد منها الباقي وكل اللي هنحتاجه. تمام. خلاص خدت منها الجمجمة وبدأت ارمم الوجه واظبط لك الدماغ وتبقى مظبوطة، وظبطت لك باقي الحاجات اللي ناقصة من جسمي كله، حتى الحاجات اللي بس كان فيها خبطات شلتها وحطيت لك الحاجات السليمة منهم. بس مروان حبيبي، مروان كان جسمه مش نافع يتبدل فيه حاجة، الجسم كان متبهدل كله، هو مستحملش يا حبيبي. فانا قررت يعني قرار اسهل شويتين، بدل ما ابدله انا اشيل راس الولد التاني واحط راس مروان، وكده كده ده هيبقى جسمه فياخد جسم كامل اكبر شوية من جسمه، مش مشكلة هيقدر يتعامل معاه. فديت للولد الباقي من الحقنة ونام هو كمان. وانا خلاص انا هبدأ العملية دلوقتي واعملها لكم انتوا الاتنين. وبعد كده انا قلت لك ان انا جبت كتب، انا جبت الكتب كلها وخلاص. انا حفظت الحاجات اللي بعد ما اخلص الاجسام هقولها فهتصحوا لي. بس انا قلت اشتغل، فانا قبل ما اشتغل قلت اسجل لكم الكلام ده علشان اول ما تقوموا تعرفوا انا عملت ايه، لاني اكيد هبقى تعبان قوي من الشغل. فانا هسيبك دلوقتي واروح بقى اخلص الحاجات دي وهعمل لك بقى حاجه تاني. خلاص يلا باي باي. انا قفلت التسجيل وقمت اشتغلت فعلا. بس وانا شغال لقيت صوت خبط على الباب بتاعي. رحت ابص من العين السحرية علشان اشوف مين اللي بيخبط. كانت الشغالة تقريبا بتاعت الناس اللي انا خدتهم دول، يعني هما تقريبا عندهم خدم كتير. فتحت لها. ايوه اتفضلي خير. السلام عليكم يا باشا، هو الاستاذه منال اللي جات عندك؟ انا بس عشان انا الولد معاد رضعته ومش عارفه هي جات عندكم باين او حاجه. هي كانت بتسأل بس عن مكان يجيبوا منه حاجات، بس انا قلت لهم وهم مشيوا كده. بجد يا باشا؟ طيب ماشي، حقك عليا انا والله ما مصوتش الازعاج. لا ولا يهمك، شكرا اتفضل. وقفلت ودخلت. هي يعني بيتهيألي انا كده خلاص مشيتها يعني خلاص. فشويه كده وراحت خبطت تاني وانا شغال، وانت عارفه ان انا وانا ما بحبش وانا شغال حد يزعجني، بكره ده بكرهه. وصراحه كده وانا بخلص الكبد عند اللي انا كنت فاتح جسمها دي طلع بايظ. انا يعني ما حبيتش ان انا انقلهولك وهو كده، ما حبيتش ان انا اعوض جسم مراتي بحاجه زي كده. ففكرت يعني اني ممكن اخد الشغاله دي اخد منها باقي الاعضاء. انا عارف ان مراتي كانت بتعاني برضو من تعب، فانا مش عاوز لما ترجع تتعب تاني. فقررت ان المره دي افتح لها واطلب منها اي حاجه تخش تعملها لي وهديها فلوس زياده. ففتحت لها. خير ايه، في حاجه؟ لا يا باشا انا بس قلت اجيب لحضرتك يعني حلويات احنا لسه عاملاه، فقلت يعني بدل الازعاج اللي انا عملته لحضرتك اجيب لك حاجه بسيطه.
بجد؟ طيب شكرا جدا والله، ولا ازعاج ولا اي حاجه. طب هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ انا يعني المدام لسه ما جاتش، فانا كنت محتاج حد يعمل لي اكل. هي الحاجات كلها جاهزه جوه بس انا مش هعرف انفذها يعني. فلو ممكن بس تحطي لي الحاجات على بعض تجهزيها بس. انتي بيتهيألي مش تاخدي وقت كبير، انا الحاجات كلها جاهزه. ويعني انا هحاسبك يا باشا والله، يعني محرجين عليا يعني. يا ستي ما تقلقيش، انت ان شاء الله مش هتتأخري. خدي دول بس. وطلعت لها 1000 جنيه في ايديها. كل ده يا بيك؟ كتير كتير يا بيه، كتير. لا ولا كتير ولا حاجة، اتفضلي. ودخلتها وقفلت الباب. وانا اسف والله، بس يعني ما اظنش كل الناس دي مهمة بالنسبة لي قد اهميتكم. انتوا اكيد هتقدروا ده، صح؟ اكيد هتقدروه. ما هو يعني انا عملت كده عشان بحبكم، وعلشان عاوزكم تاني معايا. خلاص انا دي اخر خطوة. يا دوب دخلت وانا كنت مجهز حقنة تانية، اديتها بالحقنة. وكمان هي اللي خدت بالها ان الناس دخلوا عندي، فكده كده كانت هتوديني في داهية. فدخلتها واديتها باقي الحقنة وخلاص. انا دلوقتي فتحت الشريط الاخير. انا خلاص، انا دلوقتي خدت منها كل حاجة وخلاص. انا بقطع اجسامهم الباقية علشان خاطر اشيلها، وعشان لو انتوا احتجتوا اي حاجة في الايام الجاية او في اي حاجة طلع فيها غلط او حاجة، احتياط. وكده كده محدش هيسمع عنهم. هم اختفوا ومحدش عارف عنهم حاجة. خلاص دلوقتي انا وصلت رقبة مروان حبيبي بدماغه في الجسم بتاع الطفل، وانتي جسمك بقى كامل، ورممت الوجه وكل حاجة خلاص بالجمجمة وكل حاجة. انتوا الاتنين دلوقتي المفروض انا هحطكم جنب بعض. والكتاب انا جبت كتاب اصلي على فكرة، جبت كتاب اصلي لقيت فيه ال الكلام اللي هقوله فترجعوا. شفتي الموضوع بسيط ازاي؟ والله بسيط. انا بس ايه، محتاج بس اعمل كام حاجة كده. انا هجيب الكتاب وهقولك. انا هسيب التسجيل شغال عشان برضو لما ترجعوا تعرفوا انا عملت ايه. انا متحمس جدا. انا رايح اجيب الكتاب. انا جبت الكتاب اهو، جيت. بص بقى، المفروض اجيب دم حي. ماشي، الدم كده كده لسه سخن فهيعتبر حي عادي. انا اجيب الدم وعلى بلاط هرسم نجمة. رسمت النجمة. المفروض اقعد في وسط النجمة واعور نفسي ونقط دم امزجه مع اللي في النجمة واقول الطلسم. وانتوا المفروض هتتحضروا، يعني المفروض هتظهروا تاني. خلاص هبقى انا كده جبتكم من البعد بتاعكم للبعد بتاعي. انا مبسوط. هبدأ اقراه. هلقاكم انا دلوقتي. خلاص انا هبدأ اهو. وبدأت اقرا الطلسم. بس انا كنت حاسس بحركة غريبة حوالين البيت. بس هو يعني انا مفيش حاجة مسيطرة على دماغي دلوقتي غير ان انا بس اقول الطلسم ده. خلاص فاضل خطوة واحدة. وبدأت اقول الطلسم. بس وانا بقول الطلسم دخل شرطة كتير جدا. انتوا ايه اللي جابكوا دلوقتي؟ ايه اللي جابكوا؟ انا خلاص كنت بحضره. طب استنوا. طب بصوا خدوني بس هقول لكم حاجه. انا بس اقول لهم، اقول بس الكلمتين دول يقوموا اشوفهم بس. عايز بس اشوفهم تاني ارجوكوا. انا مش طالب حاجه غير ان هشوفهم والله وهمشي معاكم. همشي عادي والله همشي عادي. انا بس عايز اشوفهم تاني واقفين بس على رجليهم. اشوفهم تاني واقول لهم ان انا اسف، ان انا ما كانش قصدي. اقول لهم عشان خاطري. بس ما حدش سمع لي حاجه، طب هقول لهم كلمتين. خلاص هم هيقوموا ان شاء الله. هم هيقوموا. انا بصوا يا حبيبتي، انا خلاص انا هروح معاهم.
انتوا لما تقوموا اسمعوا الشريط، انا هقوم. تمام، يلا سلام سلام. هات لي يا ابني المتهم ده. انا الضابط حسن الشريف، انا الضابط اللي قبضت عليه. قضية غريبة وبجد انا مش فاهم ازاي قلبه طوعه يعمل كده، وهل فعلا حب لمراته وابنه يوصله اللي هو فيه ده؟ للأسف حد من الخدامين في البيت اللي جنبه تاني شاف الخدامة الأخيرة وهي داخلة عنده، وبعد ما اتأخروا هما كذا حد خبط عليه بس هو ما كانش بيفتح، فبلغوا انه يعني الخدامة دي اختفت واهل البيت مختفيين من بدري، واخر مكان اتشافوا فيه كان عنده. فاحنا جينا نخبط ونتحرى، هو للأسف نسي شباك قريب من الأوضة اللي كان بيشرح فيها، وحد من العساكر بيعدي شاف الدم مغرق الأرض، فاضطرينا إننا نهجم على طول. حقيقي من أغرب القضايا اللي عدت عليا. قررت أجيبه وأسأله وبعدها نشوف هنعمل معاه إيه. ده يعني قاتل 4 أشخاص، 3 ستات وطفل. تعالى يا دكتور اياد، فهمني بقى انت عملت كل ده ليه؟ عشان مراتي وابني. انتوا جيتوا في وقت متاخر. انا كنت خلاص بخلص. انا مش عارف انتوا ايه اللي جابكم. انتوا منكم لله بجد. انا كنت خلاص منكم لله. هو انت مفكر انك كنت هتوصل لايه يا دكتور؟ كنت هرجعهم. انا كنت وصلت اصلا، مش لسه هوصل. انا كنت هرجعهم خلاص. الله يسامحك. منك لله انت وهم. منك انا هرجعهم محدش له دعوه. انا هرجعهم، هخرج وهرجعهم. ممكن بقى نخلص بقى عشان الحق ارجع لهم. ممكن يا عسكري ما ترجعوش الزنزانة، خليه في الأوضة هنا واقفل عليه، وأنا خارج وجاي. انت هتتخارج بقى؟ رايح فين؟ مش بقول لك متأخر؟ هو مفيش احترام لمواعيد الناس؟ ما تخافش يا دكتور، أنا هروح مشوار سريع بس كده وهرجع لك على طول أخدك ونروح لهم نطمن عليهم سوا. كده دكتور إياد خلاص هيتحول لمستشفى نفسي وغالبا هيقضي فيها الباقي من عمره. ألم الفقد صعب وحقيقي، الله يكون في عونه، والله يكون في عون أهل الضحايا طبعا. أول مرة أحس الإحساس ده، وأول مرة أحس إني مكتوف الأيدي قدام مجرم بالشكل ده، ومش قادر حقيقي أصنفه مجرم ولا أصنفه مجنون ولا أصنفه مصدوم، إذا كان أنا ذات نفسي مصدوم من رد فعله. حقيقي درجة تقبلنا لكل أمر في الحياة تختلف من شخص لشخص، بس هنا الاختلاف كان اختلاف فج. أتمنى ما اشوفوش تاني، وأتمنى إن ربنا يحفظ كل شخص عزيز على قلبنا وما يدوقناش ألم الفقد بالشكل ده. وأظن لحد هنا آخر قضيته عندي، بعد كده الباقي مش بتاعي. أنا لما جبت الشرايط وسمعتها كلها ما كنتش مصدق إنه فعلا بيتكلم معاهم كده، فعشان كده حبيت أتأكد منه تاني. حابب أقول لكم تقبلوا أمر الله أيا كان، وبس. سلام. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة هي من كتابتي. حابب أشكركم بما إنكم وصلتم لحد هنا. قصة مؤلمة نفسيا ومتعبة، بس أظن يعني الرسالة منها وصلت. محدش يا جماعة يعارض أمر ربنا مهما كان في أي شيء. أمر ربنا نافذ، إحنا مجرد أسباب. محدش فينا بيحرك الدنيا بنفسه، كل شيء مكتوب ومقدر. فمهما كان قدرك ومهما كان حقيقتك اقبل بيها واشكر ربنا. شكرا ليكم بما انكم وصلتم لحد هنا. متنسوش لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وتشيروا الحلقة
تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. سيبوا لي رايكم في كومنت. كمان ما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. لو حد عنده قصه حقيقيه حصلت له او قصه من تاليفه حابب اننا نذاعها يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جايه. تصبحوا على خير.